انا عارفة ان في طرق كتير للبسكوت وانتوا محتارين تعملوا انهي طريقة، علشان كده انا نزلت لكم النهاردة الطريقة المعتمدة بالنسبة لي واللي بعملها في بيتي. الطريقة دي بتكون البسكوتة ناعمة جدا وبتدوب في البق ذوبان، طعمه بالظبط عامل زي البيتي فور، يعني البسكوت فاخر كده من الاخر ما فيهوش ولا غلطة. المقادير دي مظبوطة على الشعرة، هقول لكم كل الاخطاء اللي ممكن تقابلكم علشان تتجنبوها، يعني من الاخر كده الطريقة دي لازم هتنجح، يعني هتنجح معاكم. كمان هقول لكم التسوية المثالية للبسكوت. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش بقى تعملوا لايكات كتير للفيديو عشان ناس كتير تستفيد منه. انا هستخدم معاكم النهارده كوبايتين من السمنه. السمنه دي انا كنت مخليها في التلاجة، يعني السمنه لازم نتفق ان هي لازم تكون ساقعه ومتماسكه لكن مش متجمده، علشان لو متجمده هتغلبكم وانتوا بتضربوها. هضيف كمان كوبايتين من السكر البودرة، لكن انا بنقص ملعقة كبيرة مليانة من السكر علشان انا ما بحبش البسكوت يكون مسكر زيادة عن اللزوم. قبل ما بشغل المضرب انا بلفه شوية كده علشان لو شغلته السكر هيتطاير على الرخامة ويبهدل الدنيا، فانا بلفه كده في الاول كده بالسمنة وبعدين بشغله على درجة تشغيل بطيئة، وبعدين بعلي الدرجة علشان المكونات تندمج مع بعضها كده والسكر يدوب تماما مع السمنة ويبقى القوام كريمي. واحنا بنضرب كل شوية كده بنوقف المضرب شوية وبننزل السكر اللي بيكون على جدران الطبق، علشان لو ما دابش السكر كويس معاكم العجينة هتقطع معاكم وممكن تفصل. فاحنا لازم نضرب السكر كويس جدا في المرحلة دي، طولوا بالكم. القوام بيكون زي ما انتوا شايفين كده عامل زي الكريم شانتيه بالظبط، كل ما تضربوا اكتر هتبقى معاكم البسكوتة ناعمة اكتر. هنا عندي 5 بيضات حجمهم كبير، لو البيض متوسط عندك ممكن تستخدمي 6 بيضات. ضفت ليهم فانيليا، وانا بحب اضيف فانيليا البرتقال، وانا دايما بنصحكم جربوها ولو مرة صدقوني مش هتندموا، بتخلي طعم البسكوت رائع جدا جدا. المهم البيض انا ما بضيفهوش مرة واحدة، انا بضيف واحدة واحدة كده وبشغل المضرب، كل ما تختفي بيضة بنزل اللي وراها وهكذا لغاية ما اخلص كل كمية البيض. اهم حاجة ان احنا لازم نضرب كل الحاجات دي كويس مع بعض لغاية ما الخليط يبقى متجانس تماما، علشان برضو العجينة ما تفصلش معاكم. ونفس الموضوع انا بنزل برضو الحاجات اللي على جدران الطبق عشان كل العجينة تبقى كلها كده متجانسة مع بعضها. قربت لكم الصورة علشان تشوفوا قد ايه مفيش اي حاجة منفصلة عن التانية، بصوا القوام كله بيبقى بالشكل ده. دلوقتي هنضيف المكونات الجافة. ده كيلو من الدقيق انا نخلته، لازم ننخل الدقيق، هنقص منه كوبايتين. هقول لكم ليه. دي اول كوباية ودي تاني كوباية، خلوا بالكم ان احنا بنستخدم نفس الكوباية في كل المكونات. كده انا نقصت من كيلو الدقيق كوبايتين، يبقى انا معايا دلوقتي 6 كوبايات دقيق. هضيف ليهم ملعقتين كبار من النشا، النشا بيدي نعومه وقرمشه للبسكوته، وضفت ذره ملح، وهضيف ملعقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، يعني حوالي 16 جرام. الملعقه دي هرميه يعني مليانه، ما تزودوش اكتر من كده علشان البسكوته ما تفرش معاكم في الفرن. ودلوقتي هضيف المكونات الجافة على المكونات السايلة، وانا برضو سبت ملعقتين في الطبق بتاع الدقيق. دايما انصحكم اي وصفة فيها دقيق ما تضيفوش كل الدقيق مرة واحدة، خلوا ملعقتين، خلوا نص كوباية، اي حاجة، المهم احنا ما نضيفش الدقيق كله مرة واحدة، لان الدقيق بيختلف من مكان للتاني، كمان حجم البيضة بيختلف من مكان للتاني، فخلوا بالكم. انا بلم العجينة كده كويس لكن ما بعجنهاش عشان البسكوتة ما تنشفش معاكم. كل النواعم احنا ما بنعجنش العجينة، بنلمها كده بالراحة. العجينة بتكون طرية جدا، ما بتكونش ملزقة في الايد، وكمان تكون ما بتشققش. وهقول لكم لو كانت برضو هتشقق هتعالجوها ازاي. بصوا ده شكل العجينة وانا بقربه لكم علشان تاخدوا بالكم منها، انا بختبرها بايدي التانية اللي هي ما فيهاش عجين علشان ما تلزقش فيها، هي طبعا ما بتلزقش. ده التيب اللي انا هستخدمه، تيب مشط كده، اسمه تيب البسكوت، وده الكيس الحلواني بيكون من بره قماش ومن جوه مشمع. بصي لو البسكوته كانت مشققه معاكي او بتتقطع، هتجيبي ملعقتين سمنه على ملعقتين سكر وتضربيهم في كوبايه كده بفرده واحده بس من المضرب بتاع البيض لغايه ما القوام يبقى كريمي خالص كده، وهضيفها للعجينه وهلمها وتبقى العجينه زي ما انتم شايفين كده فليكسبل وزي الفل، مش مشققه ولا اي حاجه. دي الطريقه اللي ممكن تعالجوا بيها عجينه البسكوت او النواعم عموما لو نشفت معاكم. اوعوا تضيفوا سمنه لوحدها او اي حاجه، لو ضفتوا حليب مثلا البسكوته هتبقى ناشفه شويه معاكم او مقرمشه، لكن احنا النهارده بنعمل بسكوته ناعمه عامله زي البيتي فور، وانتوا عارفين البيتي فور ما فيهوش اي سوائل. شايفين العجينه قد ايه هي يعني مرنه معايا وبتنزل بكل سهوله علشان احنا ما كترناش الدقيق.
لو هتستخدموا المكنة ممكن تستخدموا 6 كوبايات ونص من الدقيق، لكن لو هتستخدموا كيس الحلواني هتضيفوا 6 كوبايات دقيق وهتشوفوا العجينة لو احتاجت ملعقتين دقيق مثلا، او ممكن ما تحتاجش معاكم حسب نوع الدقيق. كده انا خلصت كل العجينة اللي معايا. عملت لي صينية كبيرة خالص. الصينية دي على فكرة مقاس الفرن اللي هي 5 شعلة، والصينيتين التانيين دول. الكمية حلوة على فكرة وفيها بركة. عايزة اقولكوا التقطيع بتاعه بيكون من اسهل ما يكون، والنقشة دي زي ما هتدخل الفرن زي ما هتخرج من الفرن. البسكوت ده ما بيزيدش قوي في الفرن، يعني بيزيد حاجة بسيطة. هدخله بقى على فرن مسخن مسبقا، يعني انا ولعت الفرن 10 دقايق كده قبل ما هدخل فيها الصاجات. اول ما بدخل الصاجة بحطها على الرف اللي في النص. هولع الفرن اول 5 دقايق بالظبط على درجة حرارة 200. وما تستغربوش 200 ليه، علشان البسكوتة تلم نفسها كده وترتفع وما تفرش معاكم. يبقى اول 5 دقايق على درجة حرارة 200. بعد 5 دقايق بوطي درجة الحرارة وخليها على 180. هسيبها برضو حوالي 7 دقايق، وبعدين هوطي درجة الحرارة على 160، وهسيبها على 160 لغاية ما تاخد اللون الجميل اللي بيكون ذهبي من تحت ومن فوق. لو حابين ياخد اللون الجميل ده ممكن تولعوا له الشواية. انا ولعت الشواية 3 دقايق على اوطى حاجة، طبعا مع الملاحظة ما تسيبوش الشواية لأي سبب من الأسباب، علشان بتاخد لون بسرعة البسكوتة، وخصوصا ان هي هشة كده ورقيقة، فهي ما بتاخدش وقت معاكي خالص في الفرن. بصوا التسوية دي طبعا حسب ما انتوا بتحبوا. انا صورت البسكوت وانا طافيه النور علشان الاضاءه عندي في المطبخ بصراحه ما بتديش الحاجه حقها، علشان كده حبيت ان انتوا تشوفوا لون البسكوت عامل ازاي. طبعا انا ولعت الشوايه شويه علشان كده بقى لونه متحمر كده وجميل. بصوا البسكوته الخطوط بتاعتها والرسمه ما اختفتش خالص، وده علشان احنا ما كترناش البيكنج باودر. الناس اللي بيسالوني ليه الرسمه بتتمسح في الفرن، عشان انتوا بتكتروا الماده الرافعه سواء بيكنج باودر او نشادر، فخلوا بالكم من النقطه دي. التسويه زي ما اتفقنا في اول ما تدخلوا الصينيه خلوا الفرن عالي عشان ما تفرش معاكم برده في الفرن. البسكوته لما بنطلعها من الفرن ما تحركوهاش من على الصاجه لغايه ما تبرد تماما علشان ما تتكسرش منكم. كمان الصاجات انا ما دهنتهاش سمنه لان الماده الدهنيه اللي في البسكوته زي الفل. بصوا البسكوته قد ايه هي دايبه وناعمه، صدقوني حرفيا البسكوته دي من اجمل واطعم البسكوتات اللي ممكن تعملوها، وده بشهادة كل اللي جربوه واللي دقوه. على فكرة ده بسكوت الغلابة اللي نزلته قبل كده معاكم على القناة، بس انا كنت منزلاه بمقادير صغيرة علشان الكل يجربوه. النهاردة نزلته لكم بمقادير اكتر شوية علشان تعملوها على العيد. البسكوتة دي فعلا دايبة وناعمة وطعمها عامل زي البيتي فور واحلى. لو وصلتوا لغاية هنا انا بشكركم وكل قلبي، وليا رجاء عندكم ارجوكم اعملوا لايكات كتير للفيديو علشان انا نفسي الطريقة دي توصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد منها ويجربها على العيد. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم جدا جدا.